السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الذكر اليسير نضمن إجابة الدعاء بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المؤكد يا حبايبي إن كل إنسان عنده أمنيات بيتمنى تحقيقها، وعنده هموم وكربات يتمنى أن تزول، وعنده ذنوب يتمنى أن تغفر. كل هذا يتحقق إذا استجاب الله دعاءنا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، دلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذكر يسير جدا إذا قلناه استجاب الله دعاءنا. فقد جاء في الحديث الذي رواه النسائي بإسناد حسن أنه جاءت أم سليم، حضراتكم طبعا عارفينها، اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عن أم سليم وعن أنس بن مالك. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: سبح الله 10، قولي سبحان الله 10 مرات، واحمديه 10، قولي الحمد لله 10 مرات، وكبريه 10، قولي الله أكبر 10 مرات، ثم سلي حاجتك، يقول الله عز وجل نعم نعم. وفي رواية أحمد بإسناد حسن قال لها صلى الله عليه وسلم: ثم سلي حاجتك، يقول الله عز وجل قد فعلت، يعني قد استجبت دعائك بفضل الله. فقول أم سليم: علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي، أي في الصلاة المكتوبة. قال بعض أهل العلم: أي أقول تلك الكلمات مع الأذكار التي تقال بعد الصلاة. وقال بعض أهل العلم: أي أنها تقال بعد التشهد وقبل السلام. والحقيقة أن الراجح أن تلك الكلمات تقال بعد الصلاة مع الأذكار بفضل الله. فاللي يقول الذكر ده بعد الصلاة المفروضة: سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، من قال هذا الذكر اليسير ثم دعا استجاب الله دعاءه وقال قد فعلت، أي أن الله يبشره بالإجابة والقبول دون أن يسمع العبد ذلك، ولكن بيقين في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث فائدة عظيمة يدل على أن الثناء على الله قبل الدعاء من أسباب قبول الدعاء واستجابة الدعاء، لأن الذكر يقرب العبد من ربه ويهيئ قلبه للدعاء، وكذلك حسن الظن بالله يجعل الدعاء مستجابا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى رجل قال قبل ذلك كان يصلي، كان يدعو قبل دون أن يثني على الله ودون أن يصلي على رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، يعني تعجل في دعائه. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بالثناء على الله والصلاة على رسول الله ثم ليدعو بما يشاء. فالإنسان إذا أثنى على الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا بيقين وحسن ظن بالله ودعا بكل خشوع وكل خضوع وانكسار، ثم ختم الدعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم أسباب استجابة الدعاء. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.